السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في هذا الفيديو سنتكلم عن ضربة الجزاء المهدرة من نادي ليفربول ضد نادي ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا لعام 2024-2025. هنلاحظ هنا بداية اللعبة لاعب ليفربول ينطلق بالكرة اتجاه مرمى نادي ريال مدريد، ثم يلعبها أمامية رائعة ناحية اليمين للاعب محمد صلاح، والذي ينطلق بالكرة في اتجاه المرمى. ما زال محمد صلاح معه كرة ينطلق ناحية المرمى، وهنلاقي في اللحظة دي كان المفروض لاعب ريال مدريد أن يضغط على اللاعب محمد صلاح لاستخلاص الكرة، ولكن لم يضغط عليه إلا عندما راوغه داخل منطقة الجزاء. واضطر لحظتها لاعب ريال مدريد أن يعرقل اللاعب محمد صلاح، ليحتسب هنا الحكم ضربة جزاء لصالح نادي ليفربول ضد نادي ريال مدريد، لأنه كان قريبا من هذه اللعبة. هنلاحظ هنا أن الحكم واثق من قراره، وفي هذه اللحظة يقوم اللاعب محمد صلاح بتسديد ضربة الجزاء ضد نادي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لعام 2024-2025. هنلاحظ هنا إن حارس المرمى كورته اتجه ناحية اليسار، ومحمد صلاح لعبها على يمينه في المرمى الخالي، ولكن الكرة تخرج خارج المرمى ليهدر محمد صلاح ضربة الجزاء المحتسبة لنادي ليفربول ضد نادي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وفي النهاية أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك لتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من تحليل أهداف المباريات القادمة. شكرا لكم.